احلى كشري. يا عيني كشري سيد حنفي. اليوم انا ما حبيت يعني اطبخ، حبيت اغير واجيب اكل من برا. كشري اكله مصريه معروفه، وهذا محل عم باكل يعني عم باكل من عنده. محله اكله نظيف يعني. يسعد لي كل اوقاتكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك، ومشان يصيركم كل شيء جديد. وهلا خليكم معي وتابعوا الفيديو للاخير. هلا هون انا معي. انا حبيت اول شيء يعني شارك معكم هذا الفيديو وورجيكم يعني كيف العروض. اول شيء يكون على سعرها كل وحده، والاكل نظيف وقول شو رايي فيهم يعني مثل التقييم يعني. ونغير يعني. وهلا محتوياتي هيك حتكون، المحتوى تبعي هيك حيكون يعني ان شاء الله. كل كم يوم محتواي حيكون طبخ، وبشارك معكم بتغدى معكم على الكاميرا مشان اقول لكم رأيي. واكل الجاهز يعني، اكل المصري اكثر شيء عشان اعرفكم على الاكل المصري وحلاوته يعني وجماله. خليكم معي. هلا انا هون عندي الكشري. تمام. الكشري هي اللهم صل على سيدنا محمد. رح ندوق ونشوف. تمام. ايه هلا حنجرب مع حنجرب الكشري معكم. تمام. الكشري بيجي معها بصل، حمص. عشان اللي ما بيعرفها هي أكلة مصرية، في ناس كثير يمكن ما بتعرف الكشري. عدس، معكرونة، وهذا وبصل. يلا رح ندوق. بيجي معها الدقة. بيجي الدقة، بيجي معها الصلصة تبع الكشري. وبحطوا ليمونة، نص ليمونة، شايفين؟ اللي بيحب يحط يعني. نقيم نحن وياكم. هلا حط الصوص. وهلا بدي احط دقة شوي بس. اللي بيحب يحطه كله ما بيصير، لانه هو حامض شوي. وحتى نجرب هلا ندوق مع الصوص والدقة. طيب يا عمي. مم. شوية دقة. وهي بصل، وهي عدس. طيبة. شو رايك يا عمي؟ هي ممتازة بتجنن والله. هي ما عليها حكي والله. أنا هي تقريبا قيمتها بعطيها 7/10. يعني ماشي حالها ما عليها حكي. وانا كمان بس حابة أنا 8/10. أعمل شغلة كمان. هون أنا جايبة الخبز اللي هو التوست تبع الكشري. عبد الله كيفك؟ الحمد لله. شو لقيتي لي الكشري قديش بتعطيها؟ ما انا وناسه. طيب انتي؟ أنا بحب حطها هيك، وفي ناس بتحب تاكل مثلا وحدة بتاكل لقمة مثلا. يلا. طيب عشان أنا بشوف إنه بلا التوست يعني بتطلع أطيب، بس كمان يعني مو سيئة إذا أكلتوها معها ماشي حالها. اه. قلبي الكاميرا نورجيهم. شايفين؟ قلبي. يعني نوعا ما ظريفة. طيب المرحلة الثانية. جينا جينا الطاجن ها بالخضار. بالخضار طبعا. قلبي ورجيهم. خليها ماما هون. هي كشري. رح نعطي رأينا بالطاجن الخضار، نشوف شو هذا الرأي. وايه ومع هذا طاجن بالخضار مع شيش، مع فراخ. هاتي لدوق شوي. يلا يلا. هي فيها فلفلة خضراء وبصل، شايفين؟ وفلفلة حمراء، جميع الأنواع الفلفلة. وهذا وقطع فراخ وبزلة وجزر. كتير 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 طيبة.
ورجينا المصور اشتهيت يا مصور. هي يعني بعطيها 9/10. طيبة. أنا عم غير اليوم، حبيت أتغدى أكل من برا وأعطيكم رأيي. بعطيها 9/10. مثل ما تكون أنا هيك فيديوهاتي تقريبا يعني هيك صارت، يعني إنه خلص هيك يعني طبخ بجيب من برا وبعطيكم رأيي بالطبخة، بقول لكم شو مكوناتها وتحضيرها واللي بدي أجيبه من برا. هلا هون مع الطاجن هلا بنقيم هي هلا ماشي. معنا هون حبايب قلبي بالجبنه هي موزاريلا موزاريلا. ماشي، كمان نفس المكونات تبعها هي، بس هي بتختلف انه فيها جبنه. دوقي اول شي. دوق عبد الله معي، يلا تعال ناكل عبد الله انا وياك عشان نقول للمشاهدين. هي انا حبيتها بس بعطيها. هي فيها فلفل الوان وبصل هيك نفس هي، بس بتفرق انه هذا طاجن شيش او فراخ، وهذا في موزاريلا بالخضار والموزاريلا. عبد الله هلا اللي حدد رأيك اي اطيب، الطاجن الفراخ ولا الطاجن الخضار؟ هو الطاجن الفراخ والخضار، والطاجن على الحل بدون فراخ، ولا الكشري؟ هاي وهي. انا الطواجن بعطيهم 8/10 التنتين، يعني واحد بيغير عن اكل واحد بيغير عن اكل البيت، عرفت شلون؟ هلا يا عبد الله انا حابه اعمل تحدي انا وياك، بدنا نرجع للكشري. يلا خلينا نرجع. ماشي. هلا عبد الله شو رايك نعمل تحدي انا وياك؟ شو رايك؟ فكرة حنعمل تحدي الشطة. ححط لك شويه شطه شطه ولا شو؟ بدي اشوفك اذا حطيت شطه بتقدر تاكلها لو انه لقمتين، وانا ححط شطه كمان شويه. هاي الشطه كثير حده كثير 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 يا لطيف، يعني عن جد. اعطيني شوي شيبسي ماما. ماشي اوكي، انت مو مسمح لك تشرب الكولا كل شويه، بس اذا اضطر الامر ولقيتها حده كثير تشرب. ايوه شغلي يا ماما. يلا ماما. هلا جاهزة؟ انا هلا رح عملنا تحدي انا وعبد الله، حددت له شوي من هذا الحد تمام، وبدي اشوف انا حطيت لك لقمتين، وهدول اللقمتين بتقدر تاكلهم، انا حطيت لك هون وهون، هون وهون، شايفين؟ والعبوده هيك لشوفك. حاعمل تحدي، اذا بتاكلهم الك مني هديه ان شاء الله، بعطيك اياها خلاص كلها. شوف انا حاكل. يلا جاهزة؟ جاهزة. حده يا جماعة، حده كتير كتير كتير، بس طيبة حده شمحها حده، ما حقدر انا، كنت مدمس حده كتير. هي اللي بيحب يحط لها، اللي ما بيحبها بيحط، انا كذا بالحد الاطيب على فكره، بس حده ليش هون دمع عيوني. تسعد لي اوقاتكم يا رب. لا تنسوا اللايك والاشتراك. انت قدرت ولا ما قدرت؟ بلا قدرت، معناته انت كسبت التحدي. برافو. يلا هلا عبد الله بدك ولا بتكمل بعدين؟ كمان بعدين. هلا بدنا رشطوا. بدنا اجينا الحلويات هلا. لشو اجي؟ للحلويات. عيد حلويات. وهلا اجينا للحلو كمان، جبناه من عندهم، من عند حنفي، سيد حنفي. هذا الحلو تاريخ اليوم 13 2024. 13/2024. برافو. هلا هون ندوق هيك. لا بدنا ندوق هي هو. ماشي. هلا هون
تحية. انتم بتواجهون مشكلة فتح العلب. مثل ما قلت لكم حبايب قلبي، هلا اجينا للحلويات. تمام، هي الحلويات من عندهم، بعطيكم تاريخ اليوم. حلويات نظيفة وشغلي اليوم، والاكل تحفة. والحلو هذا اللي جبته من عندهم هو المهلبية باللوتس، بالأوريو. بيجيك هذا رز باللبن، كمان مهلبية باللبن. شوفوا شلون قربيلهم زكاتك ورجيهم. وهلبية سادة بس حليب أو لبن، مثل ما بيقولوا إخواتنا المصريين. وهون مهلبية بالنوتيلا، بس هيك شوي ابني هلا خبص فيها، ما في يعني ما دقوا. ولحن ندقوا نقيم. قربي 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 قربي. ورجون التاريخ، يعني بيجيبوا كل يوم بيومه، شغل اليوم. فيهم هيك. هدول شغل اليوم، بيجيبوا يوم بيومه، يعني ما عندهم شيء قديم. بس خلينا ندوق اللوتس، تحمس. هلا رح ندوق النوتيلا. قربي قربي يا مصورة، يا المصور، انت اشتهيت. فتحت امك، فتحت امك، فتحت امك، فتحت امك. هي مهلبية لوتس. النوتيلا. هي هاي أكثر شيء. نوتيلا ولا مو نوتيلا؟ نوتيلا. شلون عبد الله؟ بتجنن. انا هلا بدي اقيمها، بس انت قيمها اول. 9 من 10. وانا 9/10. لا بأس، جيدة. وهلا معي هون مهلبية بالأرز، أو لبن بالأرز، حليب بالأرز. رح نقيم. يلا طعميني نشوف. حاسة مو امم امم هاي أطيب. يعني حلوة زيادة، لو بيخففوا شوية سكر تكون يعني سكرها خفيفة شوية. لو كتير مسكرة يعني محلينا، بس طيبة. وهي لقمة. حبيتها هي. هي لقمة لمصور. صحت معك يا مصور، اشتهى لك ألف صحة. هلا بنجي اللي بعده. عليكم. حطوا هي اللوز. مكسرات، بيجي معها مكسرات. هي بترجع انت اذا بتحبوا تجيبوا مكسرات ولا لا. هي بتاكل بدون مكسرات طيبه، لا بأس. يعني انا دوت بدون مكسرات، وهلا انا هدول المكسرات. شايفين المكسرات؟ لوز، بندق، زبيب. هذا انا هن ما بحطوه، بتجيبيه انت. هذا واحد ب10 جنيه. أنا ما بدي. وسعر كل وحده، هلا هي سعرها قربي قربي 31 جنيه. وهي كمان وين الغطا تبعها؟ هي سعرها 45 جنيه. تمام. وهي كمان يمكن نفس السعر يعني. تمام. هلا انا حدوق القمة بالمكسرات واعطيكم رأيي. بالبندق وبالزبيب وباللوز. يا لوز انتو، يا عيلتي الثانية. جيبوا معها مكسرات، اطيب المكسرات. هلا بنجي لوتس. لاخر وحده، المهلبية اللوتس. يلا تعال ندوق. استنى ماما، لاحق. شبك رح تاكل، ما حيهرب الاكل. يلا دوق معي شوف عبد الله، قديش بتعطيها هي؟ 9 من 10. وهي وهي 8 من 10. هي يعني هي المهلبية النوتيلا يعني لا بس 8/10. هي 9/10. اول شيء مو من النص ماما. عادي. هلا لا، انا رح اقيم واقول لكم شو رايي فيها. بعطيها 6/10. هي دقناها ماما ولا لا؟ لا. هلا هي كمان مهلبية بظن سادة. هي بدي احط مكسرات ونجرب. شو رايكم؟ شو رايكم؟ نجرب المكسرات. هي بدون رز، هي سادة عن جد. طيبة 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 والله سادة. وريني. جنة مش جنة. هي سادة طيبة، هي سادة طيبة بس بالمكسرات 10 جنيه. لا بلاش. اللي بيجيب هذول بيجيبوا هالكيس او هالكيسات. دليل لحالكم.
هي أطيب. تحفة. ولاد أهلنا المصريين تحفة. ما تقربي كده الله. واو. بصوا على الجمال ده. وهلا عبد الله شو رايك بهدول كلهم الكشري والطاجن والمهلبيه كلهم المهلبيه؟ طيبين. يعني نصير اذا هيك حبينا نغير ومره بالشهر او مره بالشهرين نجيب. تنصحني؟ عجيبة. مرة كتير طيبة. هلا جامدة أوي. قلبي يا مصورة لا تنسوا اللايك والاشتراك وحيصلكوا وتفعيل الجرس وحيصلكوا كل شيء جديد، كل شيء بنعمله. وانا مثل ما قلت لكم رح اشارك معكم طبخاتي واكلاتي اللي بجيبها من برا. الاكلات اللي بجيبها من برا هي اغلبها مصري. اول شيء اطيب، وثاني شيء مشان اعرف انا على الاكل المصري، بما اني انا يعني بحب اكلهم والله. لاهل مصر حبايب قلبي. يعني هيك وهيك بشتغل على هيك وهيك يعني. بس قررت انا كل طبخه او كل شيء بجيبه من برا، يعني انا قررت اني هيك افتح واكل قدامكم، اكل على الكاميرا مشان الجو، مشان هيك نتقرب اكثر لبعض يعني. ويخلي لي قلبكم واستودعكم عند رب العالمين، ويخلي لي قلبكم. بحبكم. سلام.